لو سألت أي بيت في مصر إيه أول اسم بيجي في بالك لما بتسمع كلمة لبن أو عصير؟ الجواب هيكون قطعاً جهينة. إزاي شركة محلية قدرت تسابق كل المنافسين المحليين اللي موجودة؟ جهينة بدأت سنة 1983. ساعتها السوق المصري كان مليان بالمنتجات المستوردة وأسعارها عالية جدا، والمنتجات المحلية كانت قليلة جدا ومفيش ثقة كبيرة زي ما احنا عارفين. هنا بقى جت لعبة جهينة، ركزت على الجودة وخدوا خطوة كبيرة قوي وقتها، استثمروا في خطوط إنتاج على أعلى مستوى عشان الناس تصدق إن المنتج المحلي ممكن ينافس بل يكون احسن بكتير من المنتج المستورد. لكن الاذكى من الموضوع ان هم فهموا اللعبه صح، فلعبوا على المشاعر، قدر يبيع مشاعر للناس. اعلاناتهم دايما كانت بتتكلم عن العيله المصريه، الفطار، العزومات، اللحظات اليوميه دايما هو كان مشارك فيها. وهنا قدر البراند يبني ثقه بينه وبين الجمهور بتاعه. حتى في عز الازمات الاقتصاديه فضلت الناس تختار جهينه. ليه؟ عشان الاسم بقى مرتبط خلاص بالثقه، الامان. حتى النهارده لو نزلت اي شركه عالميه بعروض بقى واسعار وهكذا، جهينه هتبقى محتفظه بمكانتها في السوق والكرسي اللي هي واخداه، لانه خلاص ما بقاش شركه لبن او عصير، هو بقى جزء من البيت المصري. القوه ان البراند يلاقي وجدانه او يلاقي مكانه في قلوب الناس. فبراند عالمي يحاول ينافسك باسعار وعروض، لكن صعب جدا ياخد مكانتك لو انت خلاص بقيت جزء من الذاكره. وده الدرس اللي دايما بعيد فيه، ان اي براند محلي لازم يذاكره كويس ويفهمه كويس قوي. المنافسه مش مين عنده ميزانيه اكبر، المنافسه مين يقدر يدخل بيت الناس ويعيش معاهم جيل ورا جيل. ولو عايز كلام اكتر عن البراندات وازاي بنت نفسها كمل معايا. سلام.